السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ ان شاء الله تكونوا بخير يا رب. احنا النهاردة معانا كريم الكراميل. عملنا كريم كراميل ان شاء الله يا رب. انا هوريكم الطريقة وان شاء الله يا رب تعجبكم يا رب. انا معايا 3 علب كريم كراميل، 4 كوبايات ونص حليب، حطيته على بعض، وصباعين موز خرطتهم عليهم، وحطيت كوباية السكر وحطيته في الخلاط وضربته، وبعدين درته في حلة وحطيتها على النار مع الاستمرار بالتقليب. ضليت نقلب اقلب اقلب لما غلي، بس غلوتين 3 كده تروحي طافية عليه، وتروحي مصفيها في المصفى في طاسة تانية، وتروحي صباها في الكوبايات. عايزة تحطي الصوص، انا حطيت من الصوص تبع العلب، حطيت من تحت وحطيت من فوق في الكوبايه، من تحت ومن فوق ومن على الوش يعني. وقطعت كمان موز وحطيته زي ما انتم شايفين. وعايزين تعملوا صوص على النار سكر وكده، ده اعملوا اللي انتوا عايزينه يعني. عايزين تعملوا باك 1 2 انتوا على كيفكم، حسب الكميه حسب الانفار اللي عندك. ودلوقتي زي ما انت شايفه كده اهو، وانا هوريكم الطريقه وخليكم معايا وهوريكم ازاي هيتعمل ان شاء الله. خلي 4 كوبايات ونص حليب مع 3 بواكي مع كوبايه سكر اللهم صل على سيدنا محمد، 2 من الفانيليا او سائل او بودره عادي اللي عندكم، وبتحطيه على بعض، وصباعين الموز وبتضربيه في خلاط زي ما قلت لكم. هيوصفوه وانا هشهد، خليكم معايا. دلوقتي بقى هنقلب، هنضلنا نقلب فيه، ما نسيبهوش عشان ما يكلكعش لغايه ما يغلي. وبعدين امسك كده يا ابن ابني. دلوقتي معانا احنا الصحون، عايزين تحطوه في يعني تحطوه مثلا في صينيه فيروس برضو، يعني ممكن تحطوه، عايزين تحطوه في كوبايات في صحون صغيره على حسب ما بدكم. بس انتوا كده كويس، انا بعمل هيك عشان كل واحد ياخد له من الاولاد، واحنا كل واحد ياخد له كوبايه. ومعانا الكريم الكراميل هنقطع. ودلوقتي احنا صفيناه هي من الطاسه هادي، من الحله هادي للحله هادي اهي، شايفين؟ صفيناه عشان ميبقاش فيه اي حاجه، شايف ملمسه حلو كده. دلوقتي احنا هنصف الكوبايات. بسم الله الرحمن الرحيم. هنصب كله في الكوبايات. هصب كله دلوقتي زي ما انتم شايفين، بس انتوا لازم تحطوا له سكر، عشان كان لو ما حطيتش انا سكر كان هيطلع برضو ماسخ. دلوقتي انا هصب واوريكم دلوقتي ان شاء الله. ودلوقتي ما شاء الله شايفين عملنا كام واحد. اللهم صل على سيدنا محمد. 2 3 4 5 6 7 8 كوبايات، وعملنا كمان صحنين اهو زي ما انتم شايفين ما شاء الله. دلوقتي لما يجمد في التلاجة بنطلعه وبوريكم اياه ان شاء الله يا رب يعجبكم. وعملناه بالموز، وعايزين تقطعوا على الوش موز، فراوله، اي نوع فاكهه عندكم برضو بتحطوه بس يجمد. وانا ان شاء الله دلوقتي احنا هي طلعناه من التلاجة بعد ما جمد، شايفين محلاه. بدنا نقلب واحده واوريها لكم. دلوقتي هي شايفين ما شاء الله، شايفين محلاها اهي، شايفين ازاي محلاه الكريم الكراميل. وهي دلوقتي احنا هنخلي ده زي ما هو، ونحط عليه موز، ونحط عليه العسل بتاعه يعني عشان نعمل تشكيل. اهو شايفين الله لذيذ.
والله طعمه تحفه تحفه تحفه. انا دلوقتي هوريك ابو الموز. ودلوقتي يا حبايبي شايفين ما شاء الله، اهي انا عملته اهو. شايفين كريم كراميل بالموز والعسل، العسل المكرمل هو من تبع اللي في جوه العلب. لو ما مش عايزين اللي جوه العلب، اللي جوه العسل تبع اللي في العلب الكراميل، ممكن تعملوا انتوا على ايدكم بالسكر وتحطوه على النار وتعملوه. انا بس حطيت منه، بس طعمه تحفه. شايفين محلاه روعه روعه، وشايفين حاجه حلوه. وهي الطبق اللي انا اكلت منه كمان كريم كراميل جميل. ان شاء الله يا رب يعجبكم، وتحطوا لي لايك وشير. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ما تنسونيش يا حبايبي.